راح فيك ابو نايف ما شاء الله. عندك نايف؟ ابشرك عندي نايف ما شاء الله ما شاء الله. طبعا نايف على فكره طاري نايف بدينا اللقاء ولا اي بدينا احنا ممكن تبدا بالمقدمه. اي خذ راحتك. نايف سبحان الله نزل البوم شيلات فهد مطر في يوم ولادة نايف. ما شاء الله. اي والله صار الخير بوجه نايف. الله يحفظ لك ان شاء الله ويتربى في عزك. ما ادري كم عمره الحين ما شاء الله؟ عمره الان تقريبا 4 شهور تقريبا. قال بابا ولا ما قال الحين؟ والله ان انا وياه علاقتنا سطحيه لازم. يعني ممكن هو يطلع منه صوته حلو تحس بالنصيحه. والله احيانا بكاه موال. في يعني ها تقريبا يعني زي كذا. الله يحفظ لك ان شاء الله. البوم جديد مع ولادة ولدنا نايف. شنو البوم هذا الجديد اللي طلع؟ شيلات طبعا البوم شيلات فهد مطر نزل في الاسواق يمكن قبل تقريبا حوالي له 4 شهور الان. نعم. والحمد لله يعني أصداء ممتازة جدا وطيبة وإلى الآن يعني من نزوله إلى الآن هو ماسك السوق يعني لا زال يعني ما نزل عمل يعني غطى عليه هو بهالشكل هذا. وكان يعني في تلبية لجميع الرغبات والأذواق وكان جيد يعني. وكان ما أدري شو السبب يعني انتشار هذا الشريط بهالطريقة هذه. أول شيء 17 نشيدة أعتقد يعني كثير يعني 17. والله أنا كنت شيلة ولا نشيدة ولا ما أدري شو. هي يمكن فيها شيلة للتغليب. عرفت؟ للتغليب لأن فيه أناشيد يمكن 3 تقريبا. نعم. لكن الباقي أغلبها شيلات. طبعا الشيلات احنا في السعودية يعني النشيد تقريبا ممكن يسمعون ناس معينين. النشيد طبعا عند الأخوة مثلا في الدول العربية نشيد لأنه بديل للألحان. ألحان هم نشيد، حنا ألحاننا شيلات. فكان هو البديل يعني للمنطق خاصة الخليج. الشيلات هي البديل للأغاني. نعم. والحمد لله يعني نجح العمل. وكان في تخوف من قضية انه 17 شيلة ليش ما يعني قللت وكذا، لكن الحمد لله يعني كان مثل ما تقول انها مغامرة، لكن الحمد لله نجحت ولله الحمد لله. يعني احنا نلاحظ يعني انا اتحداك انت تنزل شريط وانا انزل شريط انا اللي لا وين انا مسكين يلا نص شريط بس اذا طلع. وابو حمزة يشهد ترى يقول في ناس قربت من المواجهة حبيبنا. الشريط هذا خلينا نتكلم عنه اكثر قبل ما نتكلم عن. على فكره انا جايب نسخه لا اقطع، انا جايب نسخه. اي انا خشيت النسخ هناك بجيب. لا استري ما شاء الله جايب كيس ايش كبره هذا هو. انا المفروض اللي اجيبه لك. لا بيخرب الديكور. كل شيء ابي احنا كل شيء ابيض واسود عندنا هاي لونه عنابي. ما يصير هذا ما شليت يعني كل شيء ابيض اسود. هذا طبعا لك وللاخوان ولمن يعز عليك طبعا. وين اللي اهم شيء؟ هذا ابد لك انت الجميع. ايوه هاي كلها. هذا طبعا اللي هو نطلع في اذاعه قطر عندنا. ابو حمزه ترى لك يعني. ها ابو حمزه له ايضا. خلاص يا اخواني كلكم بشارة. طبعا هذا جزاك الله خير. سيدي وكاسيت يعني شيلات. اسم الشيلات فهد مطر. طبعا هذا اللي فيه 17 نشيد. 17 نعم شيلة. زين يعني ما ادري بالنسبه للسوق الاناشيد ما ذاك السوق يعني ما في لها ما نشوف ان في هناك يعني الان لما تروح اي تسجيلات اسلاميه يقول يعني ما في ذاك الاقبال على الاناشيد. الان صاروا يعني فقط يعتمدون على التنزيل من الانترنت وفقط. يعني ليش انا اروح اتعب نفسي واشتري ب 15 ريال 15 سي دي تقريبا 15. يا جماعه الصوت وايد عالي عندنا. زين خلينا نركز. زين ايوه في صحة صوت هني حبيبنا. صوتك عالي. شو علينا. زين لا احنا بس احنا قاعد نسمع. زين شو نتكلم فيه كنا؟ كنت تقول ان ان ما في اقبال ذاك الاقبال على الاناشيد. وقلت لي السي دي تقريبا 15 ريال. نعم. زين ليش ما في اقبال؟ شو المشكله؟ هو اصلا ترى على فكره بشكل عام سوق الكاسيت يعني سواء على المجال حتى الغنائي لو رحنا الغنائي او المجال الانشادي ما هو بفشل في الانشاد نفسه او في المنشد، لا انما هو بسبب الانترنت. يعني مثل ما قلت انت وتفضلت ان الانترنت اصلا صار يسبب مثل ما تقول كساد او يسبب عدم نجاح العمل. نعم. بالشكل اللي يعني يستطيع صاحب المؤسسة او المنشد ان يقيس عمله من خلاله. نعم. يعني ما في مثلا ارقام يقدر يعني مثل يرجع المصنع مصنع الكاسيت او السيدي يقول كم مثلا بعتوا لي، لا لان الانترنت ما في قياس اصلا. لانك يعني ما راح تقدر تحصي واحد يحمل انشود او واحد. الاشكاليه مثلا الاغاني لو رحنا لها الاغاني مدعومه اصلا
يعني الفنان مثلا وتباع بكم السي دي؟ ايوه يباع يعني بمبالغ اضعاف هذا. وغير هذا هو مدعوم اصلا المغني من حيث الشركه تكون ضخمه ومعروفه، مدعوم في المهرجانات، مدعوم فيما يقوم في المنشد ما يلاقي اي دعم. المنشد لو فكر اصلا المتابع للمنشد، يعني هذه استنتاج يعني بسيط، اصلا انت ما راح تجي وتقول للمنشد انا بدعمك بعطيك 15 ريال، يعني ما هي زينه ولا انت تسويها ولا المنشد قابل ايضا في نفس الوقت. نعم. لكن انت تدعم المنشد من خلال انك تشتري الكاسيت هذا وتشتري السيدي، ما تقول اني والله عندي والله الاناشيد هذه موجوده لكن انت مجرد دعمك للمنشد من خلال انك تشتري عمله، حتى يكون المنشد مستقبلا اذا انت تحبه وتحب تتابعه، تراك اذا رحت تنزل من الانترنت المنشد هذا راح يوقف العمل، يقول انا صحيح. خسران لاني انا ادفع من جيبي مثلا مبالغ طائله حتى اخرج عمل ناجح واتعب عليه من ناحيه النصوص والالحان. ربما بعض المنشدين يشتري كلمات وبعضهم يشتري الحان وبعضهم، فيصير عنده مبالغ يعني يضيعها المتابع او الجمهور لهذا الشخص او المنشد، انهم يروحون يسمعونها من الانترنت وينزلونها حتى بدون اي استئذان، مع انه حتى شرعا ما يجوز، لانك عندك مشكله ان في حقوق محفوظه. النقطه الثانيه زد على ذلك النسخ، يعني كثير من المؤسسات يعني او التسجيلات اللي على الخطوط وعلى الطرق تنسخ العمل هذا، مع انهم لو يفكروا في الوضع اصلا مستقبلا راح يقفلون، يعني لأن هم أصلا وجودهم بوجود المبدع هذا اللي هو المنشد، فبكره بيقفل يقول أنا ما عاد أستفيد شيء والله ما أقدر أقدم، فيصير الأعمال كلها قديمة. يعني احنا نبي نوجه أنا والله أوجه رسالة للإخوان والأخوات إنهم يعني مثل ما يروحون يشترون أي غرض لهم في أي مجمع وأي مكان وأي محل، يعني وصولهم إلى التسجيلات الإسلامية في إنهم يقتلون أنشودة أو شريط لمنشد، هذا يعتبر دعم للمنشد وللنشيد في نفس الوقت. أنا أذكر كلمت أحد أصحاب المواقع طبعا نزله قبل أنزل هذه مشكلة كبيرة أيضا، قبل أنزله في موقعي أنا، وكلمته قلت له يا أخي الله يجزاك خير وأنت حريص، وكان هو موقع غنائي وبعدين حول إنشادي، لكن يا أخي ترى احنا ما نسمح أنك تنزل لأن احنا العمل متعوب عليه ومدفوع فيه مبالغ وكذا. قال لي يا أخي أنا ما سرقت العمل. قلت يا أخي أنت شريت سيدي واحد، يعني لو بعت السيدي هذا مليون ما راح نقول عطنا، لأن أنت شريت السيدي، لكن كونك تنزل السيدي هذا في موقعك، أنا ما نزلته في موقعي وأنا صاحب العمل ما نزلته في موقعي، فكيف تنزله في موقعك؟ قال لا. قلت طيب اسمع، أنا بعطيك إياه بعد 8 شهور أو 6 شهور نزل العمل حقي كامل ولك شهرين ما أنزله في موقعي. فرفض، قال طيب بعدين ما عاد يرد علي. وهذه فهذه يعني معلش رسالة نوجهها ان المسألة خصوصا الأشرطة الجديدة، ان انا ما اقعد يعني مجرد ان انا حصلت عليها، ممكن ساعات ياخذونها من شاشة واروح يعني مثل انشرها في المنتديات، ان رغبة لي في نشر الخير، لا تبي يعني هذا صح. النية طيبة بالداخل لكن الفعل صح. وربما يعني واحد يبغى الخير ويضيع. ايوه ما الناحية زين. بس هش السي دي خصوصا شيلات، يعني اسمع انه وزع بطريقة يعني كبيرة وانتشر بشكل كبير حتى وصل الى اكثر من توزيع يعني الاغاني. يعني والله شوف الحمد لله يعني المبيعات يعني الحمد لله عالية جدا وكانت غير متوقعة. نعم. وهذا بتوفيق الله عز وجل قبل كل شيء، وبتوفيق طبعا وبسبب الإنسان لما يتعب على عمله ويحاول يلبي يعني أذواق الجميع، يحاول يلبيها بشكل عام، لابد أن العمل يعني يمشي. طبعا ما ننسى دور المهندس، ما ننسى دور يعني ادوار يعني اخوه يعني قاموا سواء من ناحيه التصميم، من ناحيه التوزيع، من ناحيه الانتاج الى اخره. فالحمد لله. لكن يا اخي انا ما ادري توافقني في قضيه اللي هي قضيه ان المنشد يعني ما يجد يعني له وجود مثلا في الصفحات، مثلا صفحات الصحف اليوميه او الالكترونيه او يعني الورقيه او الالكترونيه أو أي مجال تجد دعائي موجود يعني مثلا في بلده. يعني أنا مثلا أرى مثلا أو أشوف يعني أنت في اللي عارفه لازم المنشد هو اللي يوصل لهم على أساس إيه يعني وهذه صعبة يعني صعبة الواحد تروح تعرض تقول والله طلعوني عندكم أو وأنا ما أتكلم عن نفسي أنا. نعم. بس يعني اللي عارفه أن يعني في هناك بعض الفنانين يعني هناك منسقين لهم مديري أعمال هم اللي يوصلون لها الصحف ومجالات ووسائل الإعلام على أساس أن لا شوف الدعم له دور. بعدين أنا لما يجي مثلا مغني وينزل مثلا ويمشي من عمله مثلا 10,000 نسخة
نعم 10,000 نسخة أو 20,000 نسخة مثلا، نعم. أو 30 أو 50. نعم. وأشوفه في الجرائد، أشوفه في المجلات، أشوفه حتى في التلفزيون، في التلفزيونات، في الشاشات القنوات، أشوف يعني له يعني ضخم إعلاني غير طبيعي، مع أنه أصلا ما مشى من عمله ربع ما مشى مثلا من عمل أحد المنشدين مثلا. نعم. مع أن يعني طبعا أنا ما أتكلم، قلت عن نفسي، فيه منشدين مبدعين جدا، يعني مستعد انه يعني اذا يعني انشد اوبريت وطني تجده من افضل من المغني نفسه. لما ينشد يعني باي شكل من الاشكال، حتى في اشاده يعني ناس من المجال الاخر شهدوا للمنشدين انهم هذول اصواتهم نعم. يعني غير طبيعيه، والشواهد كثيره يعني. احنا طبعا في نغمات احنا مجهزينها للاخوه المستمعين اللي بينزل يعني الاناشيد هذه. عندنا 9 نغمات جهزها لكم اخوكم ابو نايف فهد مطر. يعني ما ادري قبل ما ننزل هذه المقاطع، يعني اتوقع يمكن يعني جاء في بالي الان قاعد اشاهد اسم مثلا معين امامي، فيمكن انت تعاونك مع هالاسماء المعروفه هو اللي خلى الشريط هذا ينتشر ممكن. هو لما تكون يعني الواحد اللي يقول اني الاسماء هي اللي مشت نفسي، يصير هو يحب نفسه كثير يعني. لما انا اتعاون اصلا مثلا عندك عبد الله، مثلا عندك عبد الله بن عوم مثلا على سبيل المثال. نعم. او عندك مثلا اللي هم الشعراء، احد الاسماء الشعراء. نعم. الشاعر هذا له جمهور اصلا، قد لما يقرا اسم الشاعر هو ما يعرفك انت يا فهد مطر، يعرف اسم الشاعر فياخذ العمل. فاصل انا عن طريق الشاعر، كما اني انا اوصل للجمهور الاخر الشاعر نفسه. يعني في شعراء موجودين الان، يعني فيه شاعر كبير وله اسمه الشعري ربما ما يعرفه الا المتذوقين، لكن الجمهور العادي ما يعرفه. يعني انا من خلال تقديمي لقصيدته انشأت اعدت للساحه الشعبيه باكملها، عرفوه، قاعدوا يسالون يعني من الشاعر هذا، فعرفوا وصلوا للشاعر هذا، ان الشاعر هذا كيف وين غايب ما نعرفه، فنجح يعني العمل. فالتعاون يعني سواء باسماء الشعراء، يعني الان المنشد لما ياخذ اسماء غير معروفه وهو معروف يمشيهم، لكن انت لما تاخذ يعني في تعاون في كل يعني في كل جانب، لابد انك تحسبه، يعني توازن بين الامور حتى ينجح العمل يعني. جزاك الله خير، والله يوفقك ويوفق كل المنشدين ان شاء الله، فينا اعمالهم فعلا تنتشر. وهذه دعوه نوجهها لاخواننا المستمعين اللي يسمعون له الاعمال هذه، واللي فعلا يدعمون هذه الاعمال المباركه، الاعمال اللي فيها ان شاء الله اللي هو الفن الحلال، الفن اللي فيه قيمه من كل النواحي، الكلمه الجميله والصوت الندي والعمل ككل. يعني ما شاء الله يعني سواء اعمال اخونا فهد مطر واعمال ايضا منشدينا الكرام. تبي تقول شيء قبل ما احنا نسمع النغمات؟ ابي اشرب مويه. تبي تشرب مويه؟ لا عادي بدون ما تستأذن طبعا. والله ببلاش عندنا. اذا نسمع النغمات اذا جاهزه، ثم نرجع لكم مره ثانيه ان شاء الله.